المنتخب السوري؟ المنتخب المغربي فاز على المنتخب السوري لأن المنتخب المغربي فنيا أعلى، لأن المنتخب المغربي ابتدى المباراة وهو بيدور على الفوز. دي بانت من تشكيلته. احنا شفنا الماتشات الأخيرة للمغرب السابقة، كنا بنشوف حريمات لما بيلعب في نص الملعب يا خالد كان بيلعب جنبه باش اللي لعب اول مباراه كمساك، انما لعب بعد كده في نص الملعب علشان يامن نص الملعب بحريمات وباش. النهارده رجع وليد الكارتي هو اللي يلعب مع حريمات على اساس يكون ليه ادوار هجوميه، وساب رباعي هجومي قدام يشتغل بركاوي وطنان وزحزوح، ساب الناس كلها تشتغل بمساعده وليد الكارتي. فهو دور لانه هو قاري المنتخب السوري وعارف ان المنتخب السوري كان هيبتدي يشتغل الشغل بتاعه، ان هو هيبقى منظم دفاعيا، هيبقى فيه تكتلات، وبالتالي حب يعمل من بدايه المباراه زياده هجوميه، وده اللي اشتغل عليه. حتى في الاصابه اللي بدري مع السوداني برضو قدر ان هو يتعامل مع الموقف. خلينا نقول سوريا كانت منظمه فعلا دفاعيا، تعبت جدا المنتخب المغربي، ولكن المنتخب المغربي زي ما انت بتسالني فاز ليه؟ لانه اشتغل على مدار ال 90 دقيقه وفضل يدور على الهدف، حتى لما اتاخر الشوط الاولاني فضل يشتغل. التغييرات برضو اضافت الناحيه الهجوميه، نشطت بشكل كبير رغم ان هو طلع الرباعي الهجومي، ولكن الناس اللي نزلت ادت، وادي تسديده من احد الناس اللي نزلت، وادي متابعه وليد ازارو. بنحيي منتخب سوريا. منتخب سوريا النهارده يا خالد فرق معاه عدم وجود عمر خريبين. عمر خريبين محطه مهمه جدا بالنسبه للمنتخب السوري، ومع ذلك اللعيبه كل واحد ادى اللي عليه، اشتغلوا صح. كره زي دي كانت ممكن ما تخشش، هي صعبه جدا على الياس هدايا لان الطبه اللي طبتها قبل ما توصل له، ولكن اعتقد هو لو كان مركز ان هو يطلع الكوره على جنب اعتقد كانت هتبقى احسن بكتير من ان انت ترجعها في القلب، وبالتالي كانت المتابعه من وليد ازارو والمدافعين ما كانوش عاملين المتابعه. مكسب مستحق للمنتخب المغربي، اشتغل عليه من البدايه كانوا احسن، ولكن يحسب للمنتخب السوري صموده حتى الاوقات الاخيره، حتى اخر 10 دقائق من اللقاء. خالد، إضافة إلى نوعية اللاعبين اللي موجودة في المغرب والكواليتي اللي الكل أجمع يوم أمس قال إنه نوعية اللاعبين الكواليتي اللي موجودة في المغرب هي ترجح كفة المغرب، لكن المباراة 50-50. مباراة ما كانت سهلة أبدا على المنتخب المغربي، كان خصم ومنافس عنيد داخل الملعب السوري. أنا أعتقد المغرب خطف المباراة بسبب السكتيوي. السكتيوي هو من قاد المغرب للفوز في مباراة اليوم.